كان يا مكان في سالف العصر والأوان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ست غلبانة اسمها جميلة، أرملة وحيدة وعايشة في حزن من يوم ما ابنها الوحيد اتوفى. كانت كل يوم بتعد أيام الشقة اللي عايشاها، والدمعة ما بتفرقش عينيها. قلبها كان وجعها ومفيش حاجة تفرحها. كانت بتحلم إن ربنا يبعت لها فرحة تنسيها مرار الأيام دي وتملي حياتها من تاني. وفي يوم من الأيام وهي بتسقي الزرع في الجنينة الصغيرة اللي بتطل على بيتها المتواضع، لقت بيضة شكلها غريب، مبقعة ببقع زرقاء غامقة بتلمع كأنها جوهرة نادرة بتشع نور خفيف. البيضة كانت مختلفة عن أي بيضة شافتها قبل كده. قالت وهي متفاجئة: يا إلهي، عمري ما شفت بيضة بالجمال ده. دي أكيد هدية من السما أو علامة من ربنا إن الخير جاي. خدتها بحذر كأنها كنز وحطتها في العشة جنب باقي البيض. وبعد كام أسبوع البيضة فقست وطلعت منها حاجة ما تتوصفش. عيل صغير شكله منور، عيونه بتبرق وبشرته ناعمة. جميلة اتملت فرحة وحست إن الحياة رجعت لها من تاني. سمته عامر لأنه فعلا رجع لها الحياة عامرة. كبر عامر بسرعة غريبة، وكل يوم طوله بيزيد وجسمه بيقوى، بس كان بياكل كتير جدا جدا، أكتر من طاقة جميلة. كانت كل يوم ماسكة راسها وبتقول: هأكله منين؟ ده بياكل قد 3 عيال. بس في المقابل كانت قوته بتكبر بشكل خارق، بيشيل حاجات تقيلة وبيكسر اللي ما يتكسرش. لما بقى عنده 12 سنة راحت جميلة للعمدة تحكي له. العمدة قال لها: شغليه يا ست جميلة، ده شاب قوي يقدر يشيل نفسه ويوفر أكل لنفسه. تاني يوم خدته للحداد. الحداد وافق يشغله، وكان حاطط شروط: كل سنة سيف بوزن معين، أول سنة 3 قناطير، وتاني سنة 7، تالت سنة 12 قنطار. بس بعد شوية الحداد بدأ يندم. عامر كان بيكسر كل أدوات الشغل، المطارق بتتكسر، السندان بيتهد والفرن بينفجر، والأكل كارثة، بياكل أكتر من الحداد يقدر يوفره. الحداد قال: لازم أخلص منه، فأداله السيوف ال3 وطرده. جميلة زعلت بس قالت: مفيش يأس، هشوف له شغل تاني. بهدته تاني يوم لمزرعة راجل غني. الراجل عجبته قوة عامر وقرر يشغله، بس بعد أيام شاف إن عامر بيخلص المخزن كله وبياكل زي جيش. عامر عمل شغل ما يتوصفش، كان بيقلع الشجر من جذوره وبيشيل العربية لوحده وبيضرب القمح بسنبورة ضخمة، ونفخ نفخة طيرت القش. وحتى صاحب المزرعة نفسه، صاحب المزرعة قرر يتخلص منه، اداله مرتب سنة مقدم وقال له: روح للملك، هو الوحيد اللي يقدر يشبعك. عامر راح القصر بعد ما خد أكل كفيه، شوى الثور اللي قتله في الغابة وأكله كله لوحده، وقال: أحلى أكلة في حياتي. دخل القصر، اشتغل في المطبخ، وكان بيشتغل بجد، بس كان بيكسر كل أدوات المطبخ. الطهاة اتحيروا يعملوا معاه ايه. وفي الوقت ده ظهر التهديد الكبير، 3 وحوش بحرية بتهدد المملكة. الملك وعد الوحوش انه يديهم اول حاجة يشوفها، ولما رجع لقى بناته. الملك قرر يجوز اي حد ينقذهم، وظهر خياط جبان اسمه ابو شعر احمر. عامر راح الشط، ولما طلع الوحش الاول عامر قطع رؤوسه ال3 بضربة واحدة. ابو شعر احمر سرق الفضل وهدد الاميرة عشان ما تفضحوش، والملك صدق وخده في حضنه. اليوم اللي بعده الوحش التاني طلع، 7 رؤوس. عامر رجع وقطع رؤوسه بضربة سيف وزنها 7 قناطير. رجع تاني ومحدش عرف إنه هو. تالت يوم الوحش الأخير، 12 رأس. عامر ضربه قطعها 11، بس الوحش خطف الأميرة ورد الخلود الصغيرة وغاص في البحر، وأبو شعر أحمر جري واختفى. الملك دخل في حزن شديد، وفي يوم عامر جه وقال له: أنا هنقذ بنتك. الملك وعده بالجواز ونص المملكة. عامر قابل 2 أقوياء في رحلته، واحد شايل بيت والتاني شايل صخرة، واتفقوا يروحوا معاه. وصلوا قصر الوحش وحطوا الصخرة والبيت على بعض، وعامر بدأ يغني فوقهم بصوت يهز الجبل. الوحش خرج، دعا ال3 يشربوا. الكاس كان ضخم جدا، اللي شايل البيت ما قدرش يشيله، واللي شايل الصخرة رفعه بصعوبة. عامر شربه كله في نفس واحد
ورماه على راس الوحش. الوحش مات. الأميرة خرجت تبكي من الفرح وشكرت عامر، ورجعوا القصر، والملك فرح فرحة ما بعدها فرحة. الملك زود عامر من ورد الخلود الصغير واداله نص المملكة، وعاشت جميلة أم عامر في القصر بعد ما كانت بتبكي في بيتها. وعاش عامر وورد الخلود في سعادة، وخلصت الحكاية.